هنعمل النهاردة مع بعض المبروم أو الكسكسي. احنا عندنا في بلدنا بنقول عليه المبروم. شايفين هش ازاي وخفيف؟ هعرفكم السر اللي بيخليه بالخفية ديت. معايا بقى 3 كيلو من الدقيق، معلقة ونص من الملح، هنقلبهم مع بعض. هنا بقى السر في الحتت الخميرة الصغيرة دي، 25 جرام من الخميرة. هقلبهم بشوية مية دافية كده وشوية سكر صغيرين. خلاص كده، مش هسيب الخميرة تخمر، هحط على طول الخميرة على الدقيق واقلب كده بالمعلقة. واحدة واحدة بقى كده هنحط المية واقلب برضو تقليب بسيط كده لحد ما تعمل معانا كتل. واحدة واحدة مع بعض. لازم ناخد بالنا ان احنا ما نحطش المية مرة واحدة، وبرضو ما ننقطش المية عليها. خلاص، يبقى واحدة واحدة مع بعض كده، نديلها فركة كده بسيطة بايدينا لحد ما تعمل معانا كتل. خلاص، انا كده بطمن ان مفيش دقيق. اول ما الاقي دقيق بركنه على جنب علشان نحط عليه شوية مية برضو عشان يعمل كتل زي دي كده. هنا في شوية دقيق اهمت، هحط عليهم برضو شوية مية عشان يعمل معانا كتل. خلاص كده، هديلهم فركة بايديا كده لحد ما اطمن بقى خلاص، ونبدأ نحطه بقى في الكبة. كنت ممكن احطه في الكبة من الاول، بس انا ما حبيتش اعمل كده لان هيضحك على ناس كتير. خلاص، الكبة دي بقى بتخلينا نطمن ان هو خلاص كده ادينا الحبيبات اللي احنا عايزينها. بتبقى قد عارفين الخميرة اللي هي الفورية، الحبيبات بتاعة المبروم دي بتبقى زيها في الاول، بعد كده بتنفش. خلاص، هنديلها بقى ضرب متقطع كده. خلاص، وكده خلاص معانا المبروم كده تمام. خلاص كده، الحبيبات اللي احنا عايزينها اهيت قد الحبيبات بتاعة الخميرة الفورية كده. هنبدأ بقى نعديه على الديارة كده بتاعة المبروم، نطمن ان مفيش اي كتل كبيرة. خلاص كده، دي اسمها ديارة بتاعة المبروم، متخصصة للمبروم بس، مش لأي حاجة تانية. خلاص كده، هنعمل بقى الكمية كلها، ولا في اي كتل بنشيلها مش بنحطها. شايفين انا بقول لكم لا ما تحطهاش. هنا بقى معايا نص حلة من اللي هي بتاعة البخار ديت، نصها مية، وهنحط عليها ليمونتين متقطعين علشان المية متسودش الحل. معايا بقى شال كده او حتة قماشة بيضة تكون كبيرة ونضيفة، تكون متخصصة للأكل بس. هنربطها من الجناب عشان ما تتحرقش من النار، وبعد كده احط عليها المبروم زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. واحدة واحدة بالراحة، المبروم بيعوز هدوء. هو سهل مفيهوش اي يعني كلاكيع ولا كده، بس احنا عايزين نبقوا هادين كده فيه. خلاص، هنشيل بقى الجناب دي ونحطها عليه، واول ما يبدأ ياخد الوش الاولاني في البخار، نبدأ بقى. انا عاملة الكمية قسمها على مرتين علشان دي كمية كبيرة. كمية صغيرة احطها على مرة واحدة. هويته انا بالسكينة كده، فرغته بالسكينة كده. نبدأ بقى نحط عليه الكمية التانية. خلاص كده، عندي كيلو ونص دقيق، 2 كيلو دقيق حطيهم مرة واحدة، ما تعملوش زيي، انا عاملة كمية كبيرة فلازم اعمل كده. دي المرحلة الاولى في التسوية. خلاص كده، من اول ما نلاقيه لونه غير وبقى لونه مصفر كده، نبدأ بقى نهويه. دي اسمها التهوية بقى. خلاص، هنبدأ بقى نحطه على الصينية كده علشان نشربه الشوربة بتاعته اللي هي اللبن. خلاص، لو هتاكليه على طول حطي له لو انت هتاكليه على طول يعني مملح، حطي له الملح في اللبن. خلاص، انا شوف انا هنا بعديه على على الديارة برضه اهو، بديله التهوية بتاعته. هو مفرغ وكل حاجة، بس انا بطمن برضه. تمام، شايفين الحبيبات كلها يعني جميلة بصراحة، مفيهوش اي حاجة خرجت منه. نبدأ بقى نشربه باللبن اللي احنا عندنا. انا قلت لكم لو انتوا هتاكلوه على طول حطوا له الملح في اللبن، لو انتوا هتاكلوه يعني حادق. هتاكلوه مسكر حطوا له برده سكر في اللبن. تمام، انا ده هخزنه يعني، مش هناكله على طول، ده هنخزن في الفريزر وهوريكم برده هخزنه ازاي. خلاص كده، برده لو هو عايز ميه بنحط له ميه، ما فيهاش اي حاجه. يعني لحد ما يبقى طري معانا كده، ما يبقاش ناشف ولا طري زياده عن اللزوم، زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط، اللي انت تحس ان هو حنين على ايدك كده. خلاص، نبدأ بقى نحطه كمان مرة في حلة البخار. أول ما يتبخر معانا كده، أنا كده بقول لكم أنا خلاص كده خلص. نطبل عليه كده هيدينا رنة كده. كده يبقى خلاص استوى. شوف أنا بطلع لكم طبق أهو، وهنحط عليه معلقة سمنة وكده، ونقول شوية سكر وخلاص كده يتاكل. في وقت بقى ما نخرجه من التلاجة، يعني احنا هنخزنه في أكياس. أول ما نخرجه من الفريزر هنحطه في صينية وكبشة شوربة. يبقى كده الحادق كبش الشوربة مملحة. لو مسكر عايزين تحطوا عليه لبن بسكر تمام، عايزين ترشوا عليه سكر تمام.
واهم حاجة معلقتين سمنة بلدي. شايفين بقى المبروم هش ازاي وخفيف، والحباية نفشت ما بقتش بنفس المقاس اللي انتوا شايفينه، ده بقى من الخميرة. خلاص كده بقى المبروم جاهز على التخزين على طول. وكده خلاص خلصنا. انا اسماء الحمصي، لايك وشير، مع السلامة.